عشان تبقى مدير شاطر لازم تعرف انواع المانجمنت او الليدرشيب. في 5 انواع من انواع الاداره، ودي لازم انت عارفها كويس جدا وتعرف انت مين فيهم وتستخدم احسن حاجه فيهم امتى. اول نوع خالص هو النوع اللي اسمه الاوتوكراتيك، والاوتوكراتيك ده اللي هو الشخص بتاع الجيش بتاع الحرب. انا النهارده اخدت قرار معين وهمشي فيه. فالنهارده الشخص الاوتوكراتيك ده مثلا قائد الجيش ما بيقعدش مع الناس ايه رايكم يا جماعه نخش من الخطه الف ولا الخطه ب، لا هو بيقعد مع نفسه بيحدد الخطه، بيحدد طريقه الشغل وبيقول لي يا جماعه احنا هنشتغل بالطريقه الفلانيه، هنخش من هنا ونحارب من هنا. تاني نوع وعكس الاوتوكراتيك تماما هو الديموكراتيك، وده الشخص اللي بيقعد بقى مع التيم، يلا يا جماعه نعمل برين ستورمنج، نطلع بافكار، ايه رايكم نشتغل على ايه، نفوكس على ايه الفتره دي، السيمستر ده نركز عليه اكتر. وده نوع بيستخدموه غالبا في الشركات الستارت ابس او الصغيره، او لو مدير لسه مترقي جديد بيحس ان ده القرار الصح عشان ما بينش ان انا ليا سلطه على الناس لسه انا بترقي عليها. تالت نوع هو حاجه اسمها الترانسفورميشنال ليدر، وده اللي هو الشخص اللي بيحاول بقى يشجع الناس ويحفز الناس، وتلاقي مدير كده زي الكوتش بتاع الكوره اللي هو ما بيعملش حاجه بايده بس طول الوقت قاعد بره على الخط، يلا يا شباب احسن ما عندنا نطلع احسن ما عندنا، نشجع الناس نعمل الكلام ده على فكره لطيف. مشكلته ان هو في بعض مش في بعض في كتير من الوقت بيحرق التيم. طول الوقت عمال تسخن في الناس وتموتيفيت، لازم في فترات تعرف ان الناس محتاجه شويه تريح شويه. رابع نوع هو الترانزاكشنال ليدر، وده مشهور قوي في مجال السيلز، وده الشخص اللي هو بيركز على الريوردز والانسنتيفز. فانا النهارده انت قبضت بونص كبير جدا نتيجه شغلك، فما تكلمنيش في حاجه تانية. فالجزء بتاع الايموشنز والله ينور الرجاله وتسلم ايدك سيد المعلمين والحاجات دي مش بتاعته خالص. هو شخص شايف ان انا النهارده هعمل لك انوال انكريز محترم، ما تتكلمش معايا تاني. لما تيجي تطلع اجازتك مش هكلمك في التليفون، ما تقوليش الله ينور، ده شغلك، ده جزء من شغلك. اخر نوع هو الليزي سفير زي الحاج غاندي، وده اللي هو بيترست الناس كلها وبيعمل طول الوقت ديليجيشن او بيسيب المهام للناس اللي تحته في التيم، لان هو عارف ان الناس تحته جامده جدا. بيحاول بس يعمل انسباير للناس ان هو يكون رول موديل ويشجعهم ويخليهم يطلعوا احسن ما عندهم. وانت بتشوف الفيديو رايك انهي واحد من ال5 دول احسن واحد؟